لو انت صاحب قناه يوتيوب وعايز تصور فيديوهاتك بالطريقه دي كده وبتكلفه ما تعديش ال 90 جنيه فالفيديو ده ليه. انا عمر شاهين ودي سلسله اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتجيب مشروبك اللذيذ وتركز في كل التريكات اللي هنقولها في الفيديو ده عشان هتفيدك في فيديوهاتك الجايه ان شاء الله. حجر الاساس لفكرتنا النهارده هي السيلف ستيك دي اليو تي 1288. والسيلف ستيك دي احسن سيلف ستيك انا شفتها بتقدم قيمه مقابل سعر. زي ما انتم شايفين كده اللي بيجي عليها السيلف ستيك دي بتيجي مع حامل الموبايل وبتيجي بطول بيصل ل 150 سم. زي ما انتم شايفين كده فوق موبايل سمارت فون. طب ايه المميز في السيلف دي ستيك دي عن اي سيلف ستيك ثانيه وازاي هصور بيها الفيديوهات الثانيه دي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. خلينا نعمل لها انبوكسنج كده مع بعض. زي ما انتم شايفين السيلف ستيك بتيجي بالمنظر ده كده، وزي ما انا لسه قايل لكم ان الطول بتاعها ممكن يوصل ل 150 سم ويمكن 2 متر كمان في بعض الاحيان، بس دي تقريبا لحد 150 سم بس. زي ما انتم شايفين كده بترجع تتلم تاني في منظر صغير. بيجي معاها برضو الحامل بتاع الموبايل اللي انتم شايفينه اللي بيتركب هنا كده، ولكن انا مستخدمه في حاجه تانية مش هعرف احطه هنا دلوقتي. لكن بيجي معاها حاجتين تانيين مهمين جدا. اول حاجه وهو الريموت ده. خلينا نتكلم عن الريموت ده بشكل منفصل الاول قبل ما اكمل الفكره بتاعتنا. الريموت ده فيه ميزه كبيره جدا وهو ان هو بيتفك من السيلف ستيك، وبالتالي تقدر تستخدم الريموت ده لوحده كده كبلوتوث ان انت تبدا تصور الفيديوهات بتاعتك بالمنظر ده، ان انت تضغط عليه بعد ما توصله بالجهاز بالبلوتوث وان انت تنهي الفيديو بتاعك برضو بالمنظر ده بتكه من هنا. طب ده هيفيدني بايه؟ ده هيفيد الناس اللي فاهمه في المونتاج هتعرف انه هيفيدها بايه. دايما احنا بنغلط واحنا بنتكلم قدام الكاميرا وممكن نعيد الكلام بتاعنا، فبالتالي بعد كل الغلطات بتبقى في الاخر الجمله الصحيحه، فتقفل الفيديو وبعد كده تبدا تسجل فيديو تاني وهكذا. فبالتالي ده هيأثر معاك وقت المونتاج لان انت عارف ان اخر كل جمله من الفيديو هي الجمله الصحيحه. طيب نرجع تاني لموضوعنا، مش ده موضوعنا دلوقتي. ده برضو تقدر تتحكم فيه من خلال الموبايل اللي انت هتحطه فوق عشان تقدر تصور بيه. بس نيجي بقى لأهم نقطة وهو المسمار اللي هنا ده. طيب ده انا هستفيد بيه في ايه؟ ده هستفيد بيه ان انا اجيب مسمار 10 سم يدخل في فيشر واثبت دي في السقف واعمل دي كده بالمنظر ده واثبت فيها حامل الموبايل بتاعي، وبالتالي بقى عندي المنظر ان انا اقدر اصور فيديوهات بالعرض. ايه الادوات اللي انا استخدمتها وجبتها منين؟ اولا هتروح عند اي موان وتقول له انا عايز مسمار 10 سن خشن، ومن الناحيه الثانيه يكون بيدخل في فيشر وعايز فيشر 10. الكلام ده مش هيكلفك حوالي 3 جنيه بالاضافه لسعر السيلف ستيك دي، وده كان 75 جنيه ده 78 جنيه. طيب انا كمان جبت بونت 10 لان الهيلت بتاعي ما كانش فيه بونت 10 كلفتني 12 جنيه، فالتكلفه الاجماليه بتاعتي كانت 90 جنيه. وما تقلقش لو ما عندكش هيلت ممكن من الموان اللي انت جبت منه ده او بتاع الحدايد والبويات تقدر تأجر منه هيلتي، وبالتالي هتجيب الهيلتي وتعمل خرم في السقف وتدخل فيه الفيشر بتاعك، وبعد كده تدخل فيه المسمار، وبعد كده تربط السيلف ستيك بتاعتك في المسمار ده. مبروك بقى عندك سيت اب احترافي. تقدر دلوقتي تستخدم الموبايل بتاعك عشان تصور سطح المكتب عندك او سطح الترابيزه اللي انت بتصور عليها، وكمان ممكن تشيل المسمار ده بيركب في المايك البويا يعني ممكن، او بعض المايكات التانية، فممكن برضو تحط المايك بتاعك فوق هنا، وبالتالي فتح لك افاق وافكار كتيره جدا. ممكن بدل ما تعملها فوق في السقف ممكن تعمل برضو في الجدار بتاعك ويتصور بالمنظر ده لو الجدار قريب من الترابيزه بتاعتك، او يكون بالمنظر ده برضو والمايك بتاعك محطوط هنا فتقدر تتكلم بشكل مباشر، او هنا لو انت بدل ما تشتري الحامل زي المايكات بتاعت البي ام 800، وبالتالي بدأ يفتح لك آفاق كتيرة جدا. وبرضو عشان كده أنا بقول لك إن السيلف ستيك دي أحسن قيمة مقابل سعر، وبرضو أنت تقدر تطلع منها أفكار تانية غير اللي أنا طلعتها. لو عندكم أفكار تانية هستنى تسيبولي في الكومنتات تحت. وبس كده، دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. ما تنساش لو وصلت لهنا تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديدة أول بأول. كمان ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وانستجرام تويتر، الروابط كلها هتلاقيها تحت الفيديو. هستناكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. سلام.